يا اخي الانسان عادش بيقرا. يعني نحب نحل مشروع وحدي، يعني نحب نحل قهوه، نحب نحل ريستورون، نحب نخدم في الفلاحه، نحب هوني تدخل هوني نرجعوا للمسؤولين لانه فما بيروقراطيه في تونس تمنع الشباب ولا حتى الشباب وغير الشباب. يعني فما ناس اكبر منا في العمر عندهم تجربه جدا، هما يعانيوا ايضا من البطاله. ايش يقول لك؟ تلقى المعيشه غليت صحيح، ناس الكل. يعني نحب نطور نفسي انا مثلا، نحب نحل مشروع، نحب نتوجه للفلاحه، نحب نعمل مشروع نتاع متجنه، نحب نعمل مثال قهوه، نحب نعمل كذا. تلقى روحك بيروقراطيه، تلقى روحك اوراق، صناديق الضمان الاجتماعي والبي واللي تاكس واللي زامبو، والدوله ما تعرف كانت تعطي تاكسي مصاريف، ادفع، امشي للسي ان اس اس، امشي للصناديق الضمان الاجتماعي، هزك الورقه. تلقى ناس مثلا، بالاضافه الى ظاهره الاحتكار، فما ناس محتكرين كل شيء في تونس، محتكرين السوق، محتكرين المؤسسات، محتكرين المارشيات. تلقى روحك انت تجري 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 تجري، تلقى روحك انت مشروعك ما مشيش، عاد يقول لك نسكر المشروع ونقعد في داري خير. هذه معناتها مساله التشغيل في تونس نجاوبك، والبطاله في الشباب الى اخره. معناتها فيها ظواهر، معناتها فما مشاكل ولا حاجات التقصير من الشخص ذات نفسه، فما عوامل خارجيه. سينو حسب رايي ما نجمش نشدوا نكركروا العباد، احنا يجوا يخدموا اللي يحب يخدم. معناها ما تنجمش تلوم على الدوله 100%. الدولة مقصرة على نقطة مهمة، هي نقطة الرواتب لي سالير في تونس اللي هما ما يشجعوش تقريبا الشباب التوانسة انهم يخدموا. هكا تحب تقول لي؟ هي ما يشجعوش ربما، وتنجم تكون نقطة إيجابية ونقطة سلبية. نقطة إيجابية رخص يد العامل ينجم يشجع مستثمرين أجانب باش تفتح انت مشاريع اخرى الى اخره، كما ينجم يكون قلق بالنسبه للموظف وقدرته انه ما ينجمش معناتها بلغه اخرى بور بوكلي لا فان دو موا، ولا باش يسكر اخر الشهر مع غلاء المعيشه انه يشتغل. معناها هذه رخصه اليد العام ينجم يكون ايجابي، ينجم يكون سلبي. ايجابي للمؤسسه، لكن نحن اليوم نحكيو على شبابنا اللي قاعد بطال. هل اليوم اللي سالير اللي موجودين، خلينا نقول السميك في تونس، يشجع الشاب باش يخدم؟ السميك في تونس والله يجينا نفتحوا القوس. السميك فاش السميك في تونس؟ انا على ما اعرفه يجينا نبداو نفرطوا ما بيناتنا في المناطق الصناعيه، في الشركات الكبرى في تونس تنتدب، هي تنددب، ولكن الناس فهمتوا لا ما ترضاش تقول لك انا ما نخدمش الخدمه هذيك. ما هو خذ وطالب، خذ ارضى بالقليل واخدم. هذيك هو سوق الشغل في القطاع الخاص، لازم حركيه. يعني ناس 600 فلوس شهريه هي هلا غالب باش نعملوا اذا كان هما رضاو هكا يحبوا معناتها ينقصوا في الكوم تاع الماندوفر باش يربحوا معناتها المردوديه نتاع. فما مشاريع نجحت، راه انت ما باش تحلوا الموضوع. فما مشاريع كبرى في تونس نجحت، فما مشاريع ما نجحتش. معناتها خذ وطالب، خذ وتحرك، خذ واخدم، عبي السي في نتاعك، اخدم هكا موجودين راهو الخدمه. ما غير برك العباد ما تحبش تحرك برشا، واللي يعطلها مشاكل جانبيه كما التنقل، المصاريف، غلاء المعيشه، خاصه بعد الثوره. لانه يعني مثال لحاجات اللي غلت المعيشه في تونس هي مثال الاحتكار، مسالك التوزيع في تونس، يعني من منتج للمستهلك. يعني انت تقول لي اليوم الشاب التونسي يتدلل نوعا ما، يتدلل وقت اللي ما يقبلش ب 600 دينار هو يسمى يتدلل. حقه باش يتدلل لانه ربما هو عمل مجهود. وزاد ما تلزمش تلوم على المؤسسات، لانه المؤسسات زاد هي تدفع في مصاريف. انا يقول لك انا كصاحب مؤسسه اليوم ولا مشاريع كبرى ما نجمش يقول لك ندخل برشا ناس، لانه الدوله ترهقني بالضرائب، والدوله تعمل لي تكسوات، صناديق الضمان الاجتماعي مفلسه الى اخره وغيرها من التامينات والمصاريف. ربما فما حاجات في القوانين اللي تخلي صاحب المؤسسه يقول لك صايب علي انا عندي مردوديه معينه، اخويا ما يساعدنيش ندخل. وحتى الانسان اللي باش يبحث عن عمل باش يقول لك انا اخويا مصاريف وفلوس وكذا. العيشه انا نقول جلوبالمون في مساله التشغيل باش نجاوبك، فما امور خارجيه تخلي صاحب المؤسسه ولا الانسان يبحث عن عمل يتعب، يقول لك صايب عليا من دا، يقول لك نقعد في داري انا نشرب قهوه ونتكيف سيجار خير ما اللي نمشي من الصباح لليل ترونسبور ومشي وجاي وكذا، والشهريه توفى في جمعتين. كيفاش قام يقول لك نقعد في الدار خير فهمت؟ وبالنسبه باش للعمل المستقل ولا باش انسان يعمل له حاجه وحده، باش يحل مشروع، باش يحل كذا، باش يتعب، باش يلقى روحه في سوق كبير فيه منافسين، في ناس اقوى منه في السوق، نحكي بلغه السوق يتعب، يقول لك انا اخويا ما انت باش تلقى روحك مصاريف الى اخره. العيشه غلات، فما عوامل اخرى كما غلاء المازوت، غلاء ليسانس اللي خلى فهمتني ولا الماكله، خاطر خلاو الماكله المصاريف عند حتى الناس اللي خادمين تعبين. انا اللي نعرفوا اللي يخدموا تعبين، الناس كلها تعبه. انا نحاولوا باش نحسنوا بالموجود، وربي يسر على الجميع. هذاك شنو نقول انا. هذا هو
حسب رايك الدوله شنو لازمها تعمل اليوم باش تحد شويه من نسبه البطاله في صفوف الشباب؟ الشباب لازم يبدا ساعه والحاجه الشباب وغير الشباب، كان الشباب ويخدم الناس الكل تخدم. انت لازم واحد يسعى وكا واش نقول انا. الدوله شباب شنو لازمها تعمل؟ لازم تشوف في منوال اقتصادي جديد، منوال اجتماعي جديد، في حين احنا القطاع الخاص نجح في حاجات وفشل في حاجات. يعني اذا كانت الدوله باش تكون دوله راعيه في كل شيء، في القطاعات، في تعديل، في توا اخر مره تبعت في حكايه المواد الاساسيه ورفع الدعم الى اخره. الدوله ايش تحب تعمل؟ الدوله انا حسب رايي انا في الوضعيه الصعيبه اللي نعيشوا فيها هنا توا، تحريك سوق الشغل، تنقيح شويه قوانين، المؤسسة تعاون المؤسسات انها تولي تنددب اكثر بما هو موجود، معناها الاكزيستون الموجود الحاضر، انها تعاون المؤسسات وتوعى الناس انهم فهمتني ولا يحسنوا من المردوديه نتاعهم. والا اذا كان القطاع العام عنده مشاكل وغير قادر انه يستعيب المشاكل هذه كلها، هو اعاده هيكله المؤسسات العموميه وهيكله الدوله باش ودعم الدوله باش الدوله انها تشغل وتخدم وتصرف الى اخره. ولكن حسب ما نعرف ان الدوله غير قادره انها تعمل هذا كله. معناها فما حركيه في سوق الشغل وحركيه في القوانين وكذا كله يصير في اطار الحوار الاجتماعي. لما انا تو مثال في حكايه المناوله، فما ناس تشكيت من المناوله، فما مؤسسات انا ماني ناطق برسم حتى واحد، فما مؤسسات في جميع القطاعات تشكيت من حكايه المناوله، قالوا نحاول المناوله وما شاورونيش. نجم المناوله تكون ايجابيه، يا اخي انت باش تخدم في المناوله باش تخدم العمر كله حياتك كامله. المناوله هي تعاون صاحب المؤسسه باش نقص له مصاريف في قطاعات معينه، تجي انت تنحي له المناوله. بمعنى نحي له المناوله يعني تعبت المؤسسه، ربما القطاع العام ما يتضرش، هما يلقاو حلول. هما شادين الزمام نتاع البلاد وشادين في مناصب عليا في الدوله، يلقاو حل في مشاكل التشغيل في اطار، انا تقدير شخصي، في اطار الحوار، في اطار منوال اقتصادي اجتماعي يكفل الجميع من شمال تونس لجنوبها من غير ما نظلموا حد. خاطر في تونس فما ظلم، فما جهات مش قاعد تاخذ في حق على حساب جهات اخرى، فما ناس مظلومه. انت ترى في العاصمه تخرج من العاصمه فما ناس تعبه، فما ناس في المناطق الداخليه تعاني في مشاكل كبيره. لازمنا منوال جديد ياخذ بعين الاعتبار الضعيف الزوالي والانساني اللي لاباس عليه، باش ما نظلموا لا الغني ولا نظلموا الفقير، نعاونوا الناس الكل. تونس 24 نبض الشارع التونسي.